تحدث لامين يامال جوهرة برشلونة الصاعدة عن تفاصيل مثيرة جمعته بزميله في المنتخب الإسباني نيكو ويليامز، كاشفاً عن أسرار خلف الكواليس بشأن قراره بعدم الانتقال إلى النادي الكتالوني. يامال أوضح أن ويليامز اعترف له بندم كبير على رفض عرض برشلونة في وقت سابق، مبرراً الأمر بخوفه من صعوبة التسجيل آنذاك إلى جانب الظروف المعقدة التي كانت تحيط بالنادي. لكن يامال شدد على أن برشلونة أكبر من أي لاعب، وأن من يختار ارتداء قميصه يجد دائما الفرصة لكتابة التاريخ. وأضاف يامال: نيكو صارحني برغبته في تحقيق دوري الأبطال والليغا مع برشلونة، لكنني قلت له بوضوح: لقد تأخرت. مع أتلتيك بلباو من الصعب أن تحقق تلك البطولات العظمى. النجم الشاب أكد أن برشلونة يعيش مرحلة جديدة من القوة والاستقرار، مشيرا إلى أن النادي الكتالوني يستعيد مكانته بين عمالقة أوروبا، وأن من يضيع فرصة ارتداء قميصه قد يقضي مسيرته كلها في الندم. وبكلماته الحاسمة وجه يامال رسالة واضحة: برشلونة ليس مجرد فريق، بل مشروع تاريخي لا يرحم من يتردد في الانضمام إليه.